السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا شخصية جديدة معنا في الفيديو، وغادي يكون فيديو مختلف ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا غادي نسولوا السي عدنان على بعض الأسئلة. المهم السي عدنان كي داير؟ الحمد لله. كنتمناو الاخوان يكونوا بخير، ونتمناو هاد الفيديو ولا هاد المقطع ولا هاد الانترفيو الاجتماعي السوسيولوجي في يكون في المتناول. المتناول ديال المتابعين ان شاء الله. المهم الا كنتي اول مرة كتشوفنا ما عليك الا تدعمنا، تبارطاجي، دير متابعة. المهم غادي نسولوا السي عدنان بعض الأسئلة حول شنو الموضوع اللي غادي نهضروا عليه، قلت لي؟ الموضوع هو العلاقات الاجتماعيه وكيفاش نتعاملوا مع مختلف الناس اللي كنعيشوا معاهم في لا سوسيتي ولا لونطوغاج اللي كنعيشوا فيه. حيت كنعرفوا باننا حنا كانسان عندنا بزاف ديال ردود الافعال، كنعيشوا مع بزاف ديال الناس عندهم مواقف مختلفه، عندهم اراء مختلفه، عندهم عقليات مختلفه، عندهم مبادئ وايديولوجيات مختلفه. هنا غادي نحاولوا نبسطوا الماهيه ديال كيفيه التعامل ديالنا مع كل واحد داخل هاد لا سوسيتي اللي كنعيشوا فيه. شكرا السي عدنان. اول حاجة دابا، كيفاش كتعامل مع شي شخص لطيف كيدير كل شيء لطيف زوين؟ كيفاش البلان، كيفاش غادي نتعاملوا معاه حتى حنا؟ دابا هي مسألة اللطافة ولا الماهية ديال اللطافة، هي شيء أخلاقي. والإنسان اللي كيكون كيتعامل لطيف فهو عنده قيم ومبادئ أخلاقية كتخليه بأن ردة الفعل ديالو الظاهرة للناس ولا للغير اللي كيحدد الماهية ديالو هو اللطافة، بأنه عنده قيم، عنده مبادئ. واللطف هنا كاينين بعض الناس اللي كياخذوا اللطف هنا بما هي كنقول لك تربصيه، كيبغي يتحكم من بنادم، كيبغي يبان زوين. ولكن كندوي حنا حيت نقول لك الاستثناء ما كيتقاش، وحنا كنهضروا على عامه الناس. الاغلبيه ملي كيبان لك الانسان لطيف ولا عنده مبادئ اخلاقيه، عرف بان الكينونه ديالو كانسان مبنيه على ما هو اخلاقي، ما هو مبدئي، ما هو قيمي. السيد عنده قيم، عنده خصال حميده كتخليه ولا كبر في واحد لونطوغاج، كبر في واحد الاسره اللي كيشوف باه كيتعامل مزيان، كيشوف امو كتعامل مزيان، كيشوف خوتو كيتعاملوا مزيان، كيكتسب ديك اللطافه اللي كتسمى اللطافه المكتسبه. ولا تقدر تكون فيه لطافه فطريات زاد ظرياف ما بيش كيتعامل مع الناس مزيان، الهدف ديالو هو يعاون الناس، ما حاجته ما ديالوش الى اخره. شكرا على هاد المصطلح هذا. المهم نسولك سؤال اخر. دابا هضرنا على اللطافه، بدينا نهضروا على داك الانسان اللي ما كيتعاملش زوين، كيتعامل ديما خايب وديما تيخلي صورته خايبه قدام بنادم. اعطينا كيفاش البلان وكيفاش شي قصيده من عندك السيد. المساله ديال الانسان اللي ما كيتعاملش مزيان، واحد الحاجه خصنا نديروها. الفرق ديال ما كنتعاملش مزيان والفرق ديال ما كنبغيش ندير شي حاجه تضرني. الله يعطيك الصحه. اول حاجه كاين بان الطبيعه الانسانيه هي طبيعه نرجسيه. الانسان برغماتي نفعيه، يبحث عن مصلحته، كيقلب على راسو هو، مصلحه. كيقلب على الحاجه اللي كيبروفيتي فيها. شنو باغي، شنو انا، واش هادشي مسلكني ولا ما مسلكنيش. هادشي خارج على ما هو مبدئي كما قلنا ملي هضرنا على اللطافه والانسان المزيان. هنايا كتولي المصلحه النفعيه، واش هذاك الشيء اللي باغي، واش داك التعامل اللي باغي ندير مع فلان واش غيسلكني، واش كاينه واحد الريزلطا، كاين واحد البروفيت، كاينين بزاف ديال الحوايج، كاين واحد الربح غناخذو مورا داك التعامل. المساله ديال الانسان الخايب هو انه انا كان ديما عندك الاشياء ولا عندك الخصال ولا القيم اللي كنشوفوها في واحد الناس، انا كتجيني نابعه من مجتمع ولا المحيط اللي عايش فيه داك الشخص. ملي كتعيش في واحد المجتمع مسموم توكسيك، فانت كتكتسب شخصيه مسمومه، كتولي برغماتيك، كتولي فيك فعيل ولاد الحرام، كتولي في اطار ما كيقالوا الناس زمان كيفرش الحصيره فوق البير. شو عاد ملي كيفرش لك الحصيره فوق البير وكيجرها وكطيح انت في البير، فهمتي، كيولي كيدير النبايص. وهذه مساله مكتسبه. علاش؟ انت كتشوف بان الام ديالك كدير النبايص مع الوالد كذلك، عماك كينقول على خالاك كيجي يهضر فيه الى اخره. انت اكتسبتي كتقول انت بان علاش. حيت دابا في التربيه الاخلاقيه ولا التربيه الاسريه، الاسره هي التي تحدد ماهيه الفرد داخل المجتمع. علاش؟ حيت الاسره هي تلك ذلك المحيط اللي كنكتسبوا منه بزاف ديال الاشياء. علاش؟ حيت انت ملي كتزاد كتحل عينك على ماماك وباباك، على خوالك، على خوتك،
المدرسه هي عندها دور ديالها، ولكن المدرسه حتى كتوصل لها فواحد السن وما كتبقاش في المدرسه بزاف. دارك ما تقدر تبقى عايش معاهم 40 عام 50 عام، المدرسه كدوز فيها 14 عام ولا 12 عام، كتشد البكالوريا كتمشي للحياه الجامعيه. الحياه الجامعيه عاوتاني واحد الحياه اخرى كما قلت لك. هنا المساله ديال الانسان التوكسيك هو مساله ديال ايديولوجيا مسمومه، هو انسان مسموم ما كيبغيش الخير للناس، هكاك داير. مساله اخرى هي مكتسبه، بانه كبر في واحد لونطوغاج لي توكسيك مسموم، كيشوف الناس كيكيدوا للناس، كيشوف الناس كما قلت لك كيفرشوا الحصير للناس فوق البير، كيبغيو يوقعوا بهم، كيبغيو يديروا لهم النبيس. هو هنا كاين اللي كيتمتع باش يأذي الناس الاخرين، كيلقى الحلاوه ديالو بانه مثلا ياسين نمشي نديروا ليه شي لباس باش يجرجروه في المخزن ويديروا هكا وانا كنتمتع وكنضحك. هذا انسان توكسيك، كنحاولوا هذا من الاحسن نتجنبوه في حياتنا. ما الانسان بحال هذا ما خدام ليكش، ديما غيبقى يقلب لك على المشاكل، ويبقى يقلب لك على الحيل اللي انت ما غاديش تكون قد عليها، ولا ما غاديش تكون انت ماشي في المستوى ديالها، ولا انت ما عندكش بها واحد الدخل. ماشي صح سيدنا، هادشي اللي كاين. وكما كنقولوا راه العلاقات الاجتماعيه ولا العلاقات ديالنا مع الناس الاخرين، راه انت تلاحظ نفسك في علاقتك مع الاخر، كتشوف راسك انت كي تتعامل مع الناس. كنت انت انسان جيد عنده افكار وعنده، انا شوف مساله ديال الافكار الشخصيه ولا افكار ولا حريه التعبير، راه الاختلاف لا يفسد في الود قضيه. غير هو كي قلت لك حريتك فين كتوقف؟ عندما تحتك مع حريه الاخر او تدخل حريه الاخر. الحريه ديك ما كتدخل عند الاخر كتولي سيبه، كتولي انت انتهكتي الحريه ديال الشخص. نتناقشوا في مواضيع سوسيولوجيه علميه ذات منفعه، ذات قيم معرفيه عمليه علميه. نحاولوا نجنبوا الكيد ونجنبوا باش نحفروا لبعضياتنا. علاش حنا هنا كنديروا ردود افعال وافعال، لا سوسيتي كنديروا افعال وردود افعال. انا كندير فعل، انت ياسين كدير رد الفعل، والعكس انت كدير واحد الفعل اجتماعي وانا قلت لك فين كيبان الانسان. كما قال دوركايم الانسان كيبان فرد الفعل. مني انت درتي معايا واحد الفعل كنشوف رد الفعل، واش كاين الرد بالنظير ولا كاين الرد بالواقع الى اخره. كاين شي واحد اللي كيقول لك دابا انا راه فلان درت معاه المزيان خصو يردوا لي بمزيان، وهذا غلط. فهمتي؟ حيت حنا ماشي في المدينه الفاضله ولا كنعيشوا واحد الحياه مثاليه افلاطونيه. حنا كنعيشوا قلت لك مع بزاف الناس، الماهيات كتختلف والايديولوجيات كتختلف والعقول كتختلف. فلهذا لكل مقام مقال، ونتعاملوا مع الناس حسب الماهيه ديالهم وحسب الكونانه ديالهم وطريقه التفكير ديالهم، حيت الايديولوجيات كتختلف. والعلاقه الاجتماعيه راه هي علاقه ضروريه، راه ما كاينش شي واحد كيعيش، راه الغير هو اللي كيحدد الماهيه ديالنا وكيحدد شكون حنا. راه داك كيقول لك لا نقدر ندير واحد الحاجه بدون انسان، عرفوا راه حمق مختل عقليا. ما كاينش شي واحد كيدير شي حاجه بلا بنادم، كنحتاجو. راه كما قلت لك راه كاينين اشياء كون ما كانش الغير ما غاديش تكون عندها قيمه. منها الشواهد المدرسيه، ما كنقول لك شهاده الاجازه ولا شهاده الماستر ولا شهاده الدكتوراه. علاش شهاده الدكتوراه ولا شهاده الماستر عندهم قيمه؟ لان ماشي الاغلبيه عندها الماستر، الاقليه. ديك الاقليه كتسمى الاقليه المتوفقه ولا النخبه، هي اللي حاصله على ديك الشهاده. وكنتمناو الاخوان يعجبهم هذا الفيديو الاجتماعي السوسيولوجي، كثرنا عليهم هضره. انا عاود لكم شي فيديو اخر ثاني مع مرحبا. هما الموضوع يقترحوا علينا نناقشوا العلاقات الاجتماعيه، العلاقات الزوجيه، كيفاش تتعامل في البيت. ان شاء الله ويكون خير. شوف دابا كيف ما قال لكم السي عدنان، ما بيناش نعاود نطولوا عليكم في الفيديو. المهم خليو الكومونتيرات اش من علاقات بغيتونا نناقشوا معكم. غادي يكون معنا السي عدنان وغيكون معنا شي ضيف اخر ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم الا كنتي اول مره كتشوفنا دير متابعه، خلي شي كومونتير زوين، بارطاجي لصحابك وخلي لايك. وان شاء الله السي عدنان بعدا ما قلت لكمش واحد القضيه، راه جميع العواصم ديال العالم الاخوان، كنقول لك ديال العالم عارفهم السي عدنان. من الناحيه المعرفيه ان شاء الله نديروا شي تشالنج يكون خفيف، ان شاء الله نربحوا معاك شي شويه الفلوس. ان شاء الله. مرحبا، الله العظيم، الله يسخر، الله شكرا. المهم شي قرا علم الاجتماع وهذا الشيء هذا، الله يسليك السي. الله يحفظك لي اخويا سيدي. المهم دابا نديروا ماشي لينا الشرف نكونوا ضيف في القناه ديالك على الانستغرام وفيسبوك. ان شاء الله راه مازال المواضيع قيمه كاينه نزيدوا لقدام ان شاء الله بهذا المحتوى السوسيولوجي المحض. وكنتمناو الاخوان يعجبون الفيديو. ساعه سعيده ومرحبا بك. دار دارك اخي. شكرا، الله يحفظك. شكرا الاخوان، وطلعوا لنا في ريوسكم.